7 أحلام لا يراهم إلا المحظوظ. يعني مش أي حد هيشوف الرؤى دي، شخص محظوظ بس، محظوظ بالخير والرزق وعطايا من الله. تعالوا بينا نعرف إيه هي الأحلام دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك في برنامجنا تفسير أحلام مع الأستاذة عزيزة السمري، خبير التفسير الرؤى والأحلام. 7 أحلام لا يراهم إلا الشخص المحظوظ. نتعرف بيهم مع الأستاذة عزيزة. أهلا بك يا أستاذة عزيزة. اهلا وسهلا. 7 أحلام لا يراهم إلا الشخص المحظوظ يا أستاذة عزيزة. أول حلم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا حبايبي. طبعا معي 7 أحلام من يراها في المنام فهو بشرى ليه إن هذا الإنسان محظوظ، وإن في بشرى ليه وفي سعادة قادمة ليه وفي إزالة للكرب والغم اللي بيعاني منه وشفاء للمريض ويعني وحل المشكلة الإنسان معناها سعادة وحظ ليه. يعني إنسان ربنا بيحب حقه محظوظ. أول رؤية معنا يا حبايبي من الرؤى دي اللي هو لا يراها الإنسان المحظوظ، رؤية الصلاة، إن هو بيصلي أو بصوم، يا سلام، أو بحج إلى بيت الله الحرام، او بحج الى بيت الله الحرام. فمن الرؤى اللي بتدل ان هذا الانسان ربنا وفقه، وان هذا الانسان ربنا رضى عنه، وربنا هيسر له امور وهيفك كربه وهيحقق له كل الامنيات اللي بتمنيها. فدي مش براءه للانسان فعلا المحظوظ. ان نادرا اذا الانسان راى الرؤى الجميله دي اللي هو يشوف روحه بصلي او بصوم او بحج لبيت الله. فدي من العبادات اللي بتدل ان هذا انسان مميز وقريب من الله، وان هو انسان محظوظ فعلا. ما شاء الله تبارك الله. الرؤية الثانية. الرؤية التانية يا حبايبي رؤية استني يا اسماء، انا كنت كارهه هنا عاوزة. الرؤية التانية يا حبايبي رؤية العيد. يحلم الانسان انه بالعيد او بيوم جمعة، يا سلام، تبقى رؤية جميلة لان بتدل هذا الانسان على فرج بعد ضيق، وللمريض على شفاء بعد ما برد وعناء عانى، وبتدل الانسان على تغيير حالة من حل افضل. لا المطلقة ان في ايه معناها انها شفت ظلمه او حاجة فربنا هيعيد عليها الفرحة من جديد وهتتزوج مرة اخرى. لا العزباء على بشرى، لا المخطوبة وحصل لها فشكلها لخطوبتها، يعني حصل انفصال، بشرى بفرحة سعادة قادمة لك أخرى مرة أخرى وزواج لك. يعني تختلف حسب حال كل إنسان، فهي بتدل على فرحة وسعادة، ومش يراها برضو الشخص المحظوظ اللي هو يوم العيد أو الجمعة. فمن الرؤى المبشرة جدا. ما شاء الله. بمناسبة العيد احنا اتكلمنا قبل كده عن رؤية عيد الأضحى في المنام، والعيد الصغير اللي هو عيد الفطر في المنام. هسيب لكم الحلقات في البطاقات بالتفصيل. الرؤية الثالثة. الرؤية الثالثة يا حبايبي الإنسان لو رأى روحه بيستعد، يعني بيطلع إما سلم أو جبل. طلوع السلم او الجبل في المنام يا حبايبي مش يراه الانسان المحظوظ، وخصوصا بيطلع وصل هو المكان اللي هو عاوز. فدي بتدل ان الله سبحانه وتعالى هيرفع من شأن هذا الانسان، وهيكون له سعاده قادمه، وهيكون له شأن، وربنا هيعطيه من الهمه والعزيمه والاراده، وهيحقق كل اهدافها. فلا يرى هذه الرؤيا الا الانسان المحظوظ اللي ربنا هيرفع من قدره، خصوصا ان هو بيطلع مش بيقع، اهم حاجه يطلع بيسر وسلام ووصل لهدفها، فتبقى من الرؤى المبشره والله اعلم. ما شاء الله تبارك الله. الرؤيا الرابعه رؤية طلوع الشمس او الفجر يا حبايبي. يعني الانسان كان يحس كده انه كان في امور ظلمه، وفجاه لقي الشمس طلعت او الفجر اذن او سمع اذان الفجر. من اجمل الرؤى يا حبايبي. لا المريض شفي، لا المهموم فرج، لا اللي بتتمنى الزواج خلاص التعب والكرب اللي بتعاني منها خلاص بدايه النهار طلع، بدايه الفرج والفرحه والسعاده ظهرها. فلا يراها الا الانسان المحظوظ فعلا. ما شاء الله تبارك الله. الرؤيا الخامسة. الرؤية الخامسة رؤية الطيور يا حبايبي. الإنسان لو رأى في المنام الطيور، خصوصا زي الخيل أو البقر أو الغزلان أو الدواجن، يعني الطيور بصفة عامة بتدل على أن هذا الإنسان لو كان بيعاني بقى من قلة في الرزق، على رزق ومال خير قادم ليه وغنى وثراء. فدي اللي يراها الإنسان المحظوظ. يعني أنت بتتمنى أمر، أنا بعت لك في الرؤية في رسالة من الله سبحانه وتعالى هحقق لك يا عبد اللي أنت بتتمناه. فلا يراها الإنسان المحظوظ فعلا. قبل ما أقول الرؤيا الستة، اي حد عنده حلم هيكتب كلمة عزيزة السمري، كلمة عزيزة السمري زائد الحلم بتاعه زائد الحالة. هتقولوا يعني ايه الحالة؟ الحالة اللي هي شخص اعزب او متجوز. لو كتبت الكومنت بالشكل ده الأستاذة عزيزة هتجاوب على جميع التعليقات. اتمنى منكم تكتبوا
الاحلام بتاعتكم. الرؤيه السادسه، رؤية حلم الإنسان يرى الأبواب المغلقة بتتفتح أمامه فجأة كده، الأبواب المفتحة من الله سبحانه وتعالى، الله. أو رأى باب مفتوح، يعني أو الباب جه كان في مقفول وكان هو متفتح. ورجع، أو خصوصا على عدد الأبواب المفتوحة، على عدد الأهداف كلها هتتحقق. يعني أو إزاي؟ رجع معلش تاني. يعني مثلا يجي لقي الأبواب مفتوحة من نفسه، دي خير. طب افرض لقي الأبواب مغلقة وأول ما يجي لقاها ونفسه يفتحها لقاها اتفتحت، برضه ده خير. أو لقي جه في الوجه بيمد ايده وبيفتح اتفتح، فبدي الكل على خير. يعني فدي انت بدي يعني هو فتحه بمفتاح، او هو اتفتح لنفسه، او هو كان مقفول واتفتح. دي بيدل على ايه؟ بيدل ان ربنا يعني هيفتح له الامور، بيدل على ان ربنا فين فرجها ليه في اموره، وهتيسر الرزق وهينزل عنا الهم، وربنا هينصر على جميع اعدائه. وكان انسان مريض ربنا هيشفيه، وكان انسان في امور معقده قدامه هتتيسر، وكان انسان بيعاني من قله في رزق ربنا هيوسع عليه وهيعطيه الرزق. فلا يرى هذه الرؤيا الا الانسان المحظوظ. يعني الامور اتفتحت امامه بعد ما كانت معقده. الباب المفتوح دي بشرى بسعاده بتحقيق كل اهداف الانسان، والله اعلم. ما شاء الله تبارك الله. الرؤية السبعة معانا. الرؤية السبعة يا حبايبي، رؤية انك تمشي في طريق مستقيم، يعني ماشي على الطريق والطريق مستقيم على طول، فبدل ان انت انسان على مش في مطبات، يعني اقصد مش في حفر ويقع فيها هذا الانسان. فدي بدل ان الانسان ماشي على الطريق الصح وعلى طريق الحق. طريق وعلى منور ولا مظلم؟ لا، يكون الطريق منور وجميل. يعني نهار ولا ليل؟ لا، نهار. او يعني مش شرط هو، او لو بالليل ومنور قدامها عادي. تمام. اهم حاجه مش يكون في ضلمه. فدي بتدل ان دي انسان ماشي على الطريق الصح وعلى الحق، وبدل على صلاح هذا الانسان، ويعني ربنا هينور كل ما يتمناه، لانه هو انسان ماشي صح، يعني حس كده ان هو الطريق صح، انسان محظوظ فعلا بخير. وبدل ان هذا الانسان مش يرى الرؤيه دي يا بنتي، لا، الانسان المحظوظ فعلا لا يرى هذه الرؤيه، لان الانسان المحظوظ من الله سبحانه وتعالى ربنا بعت له دي رساله ليه، والله اعلم. هي رؤى كثيره جدا، بس عشان مش عايزه اطول الفيديو عليكم يا حبايبي. ان شاء الله تبارك الله. نشكرك يا استاذه عزيزه، نشكركم متابعينا على حسن المتابعه، ولو لسه بتشاهدوني لعند اللحظه دي فشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.